تخيلوا تكونوا بتخططوا ان انتوا تخرجوا تتفسحوا وتتمشوا، وفجأة تبصوا تلاقوا نفسكوا مش قادرين تتحركوا من السرير. ده اللي حصل لي. كنت فطرت ودخلت اشرب قهوة وقلت هنزل، المفروض ان انا كنت نازلة مكان ما هتغدى برا، وبخطط ان انا هتمشى. فجأة لقيت دقات قلبي بتعلى وبتنزل وبتقف وحاجات كده غريبة، مش قادرة حرفيا اتحرك من السرير. فبقول لكم يا جماعة اشكروا النعم اللي انتم مش حاسين بيها. الصحة نعمة محتاجة شكر كل لحظة تقريبا. كان في حد مرة كان بيقول احنا ممكن في حيث ان احنا فاكرين ان احنا بنتعبد ربنا بالصبر، ان احنا نكونوا المفروض نتعبده بالشكر، مش الصبر، وان دوت نعم مش بلاء حاجة كده يعني. انما انا شايفة ان احنا مطالبين بالاتنين مع بعض. الانسان لما تبقى في حياته مشكلة وبيقول ان هو بيصبر عليها وان انا صابر ومش عارف ايه، انت عندك مشكلة واحدة بس حياتك كلها انت متمرغ بالنعم في بقية حياتك. فانت حضرتك مطالب ان انت تصبر وتشكر في نفس الوقت. انت عندك مشكلة بس انت صحتك كويسة، محتاجة شكر. محاوط بصحاب ومحاوط بعيلة، دي محتاجة شكر مع صبرك على المشكلة نفسها. فما تخلوش المشاكل توقفكم ان انتوا تبصوا على النعم، وادعوا دايما ان ربنا يخليكوا شايفين النعم بدل ما يحصل لكم حاجة. ساعتها تحسوا ده انا كنت في نعمة وراحت. ربنا يمتعكم بالصحة والعافية يا رب.